المثل اللي بيقول الحاجة أم الاختراع بتشوفه حقيقة لما تعرف السبب أو القصة اللي جت منها فكرة الاختراع. عشان كده هنتكلم النهاردة عن أهم 5 اختراعات اخترعها الألمان، وهنرجع للحظة اللي اتولدت فيها الفكرة والظروف اللي خلت صاحبها يحاول يغير العالم. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول اختراع معانا الأسبرين، أشهر مسكن في العالم. اللي اخترعه اسمه فيليكس هوفمان، اتولد في ألمانيا سنة 1868. كان كيميائي شغال في شركة لصناعة الأدوية اسمها باير. الفكرة جات له بسبب إن أبوه كان عنده التهاب المفاصل الروماتويد المزمن، فالدواء اللي كان بياخده ساعتها كان بيتعبه، لأن في مادة اسمها حمض الساليسيليك ساليتسول زويغة. الحمض ده ليه أعراض جانبية، بيعمل تهيج في جدار المعدة، فكانت بتسبب له ألم في المعدة. فيليكس فكر في حل انه يعدل في التركيب الكيميائي عشان يعمل مسكن للألم ملوش آثار جانبية على المعدة. في يوم 10 أغسطس 1897 في معمل شركة باير نجح فيليكس في انه يعمل مسكن الإسبرين. ضاف على التركيبة اللي فيها الحمض ده، حمض الساليسيليك، مادة اسمها أستيل، فبقى اسمه أسبرين. سماه أسبرين تركيبة الكلمة ال A اختصار كلمة أستيل، المادة اللي ضافها للنبات أو الحمض، وسبير من سبيريا، ده اسم النبات اللي بيستخرجوا منه الحمض، واي ان ده اختصار بيضيفوه في أسماء الأدوية عموما. جربوا على أبوه أول واحد والنتيجة كانت مبهرة، حالته اتحسنت والدواء بقى فعال أكتر من غير الأعراض الجانبية اللي بتعمل ألم في المعدة. ومن سنة 1900 بقى الاسبرين المسكن الأشهر والأكثر مبيعا في العالم كله. فبقوا بيوصفوا الاختراع بتاعه، بيقولوا بالألماني Aus Liebe zum Vater erschuf er ein Medikament, das Millionen von Schmerzen befreite. يعني من حبه لوالده ابتكر دواء حرر الملايين من الألم.